ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. ازيكم يا رقاتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بجد وحشتوني جدا. انا بقالي فتره طويله عماله اصور في فيديوهات كتيره قوي، وبنسى بجد، بنسى خالص يعني ان انا منتجها او ان انا اعمل لكم فويس عليها او انزلها، حتى مش فاهمه في ايه بجد. طب بصورها على اساس ان انا هنزلها، بنسى خالص بجد ان انا صورت. في الفيديو ده تلاقوني مجمعه شويه فيديوهات لان انا مصوره بجد بقالي فتره طويله، من ساعه ما ولدت، من ساعه ما ولدت تقريبا، وانا بجد مش عارفه انزل فيديو شبه قبل كده يعني. معلش يا بنانيت، اعذروا صوتي انه تعبان، ولهجتي ولغتي وحروفي اللي بايظه اللي بتطير مني اصلا دي. انا مش فاهمه انا عايشه ازاي بجد. والله العظيم حالتي حالتي صعبه قوي. بس عادي عادي، طالما خلاص بعد كده كله سهل يعدي يعني. المهم، طبعا، الحمد لله الحمد لله، عائشة دلوقتي تمت 7 شهور، كبرت الحمد لله. انا مش مصدقة اصلا عدوا ازاي 7 شهور دول، والله حاسة ان هم ثواني كده ومرت بجد. فيا رب عقبال ما افرح بيها وتبقى عروسة كده والبسها فستانها الابيض وطرحتها البيضة بايديا باذن الله من غير شر. المهم، الفيديوهات ديت انا كنت بحاول كل فتره اخرج مع عائشه لما بحس ان انا زهقانه انا او هي. طبعا انتوا عارفين البيبي طول ما هو قاعد في البيت بيتخنق وبيعيط وبيصوت وبيفرج عليكم الدنيا والجيران، وبصوا في هنا يعني. المهم، اللي اقصده انه بجد البيبيهات ما بيحبوش قعده البيت خالص، بيتخنقوا قوي. فلو يقعدوا شويه بيبقوا عايزين يفرهدوا برضو بره عشان يروحوا يناموا. فانا بضطر كل فتره اعمل كده. خلاص احنا جبنا ال7 شهور اهو، اتأخرنا جدا كمان. قلت ايه، احنا محتاجين مشاية، علشان هنا كانت بتضحك وكانت كيوتة او كانت باصة للكاميرا، وما اقولكوش بلوجر يعني. نفسي اوريكم بجد الفيديو بتاع وشها يعني وهي بتضحك وبتعمل كده، حبيبة قلب مامتها. المهم قلت خلاص انا هروح اجيب لها مشاية وخلاص بقى، ايه طفح الكيل، مش هينفع اكتر من كده، بحيث انها تلف ورايا في الشقة وانا بعمل حاجات، علشان ايه؟ طبعا انا بضطر اشيلها وانا بطبخ وانا بعمل اي حاجه، ببقى ناقصه اشيلها وانا بغسل المواعين. بجد الموضوع صعب قوي، صعب جدا. وبتعيط من ساعه ما جبنا ال6 شهور واحنا بنعيط عياط هستيري. كانت اميره قبل كده بجد، كانت طيبه وهاديه ورقيقه وبتنام في هدوء، ولو قعدت تقعد في هدوء وتسيبني اقضي طلباتي في المطبخ وارجع لها. مش دايما بس يعني اوقات كتير. انما من بعد ال6 شهور اتحولت، بقت على طول عياط عياط عياط، يا دوب قاعده على الارض الاقي اللي بتعيط. هنا انا كنت مستغربه العروسه لان هي معاها بوتي، فالموضوع ده كان باهرني شويه، لان انا بقالي فتره طويله ما عنديش خلفيه عن لعب الاطفال، او ما رحتش شفت لعب اطفال. المهم، فقلت خلاص لا، انا لازما اجيب لها بقى المشاية. رحت المحل دوت، كنت سأله فيه قبل كده، فهو ده اللي انا كنت رايحه متوجهه له يعني، لان انا رحت انا وهي لوحدنا، ما كانش في حد عارف يجي معانا في الوقت ده. وده بيحسسني ان انا ايه، شوفي يا بنتي يا رؤى، انت مالكيش غير بنتك وعيلتك الصغنطوطه، وبحس فجاه ان انا ايه، فاهمين الاحساس ده، ان انتوا مالكوش غير بنتكوا كده وتاخدوها في حضنكوا، يا بنتي، والوضع ده. ده اللي انا حسيته ساعتها. فرحت ظبطها بقى واجيب لها المشيه وكده، وخرجنا مع بعضينا. وعامه انا من ساعه ما ولدت وانا بحب الخروجات مع بنتي جدا. بتبقى متعبه شويه لانها لسه مش متعلمه المشي، فبفضل شايلاها، فالموضوع مرهق شويه. ولكن بجد، ان انت تخرجي مع بنتك كده، يا رب يرزق كل مشتاق يا رب. بجد، ان انا اخدها كده معايا والبسها واظبطها واحط لها البندانه بتاعتها وتوكتها و... واخدها معايا ونخرج كده، نغير جو او نخرج نجيب حاجه او نشرب عصير او نتمشى او كده، ببقى مبسوطه بجد قوي قوي يعني، فوق ما تتخيل. طبعا لانه ده بيريح جوزي ان هو ما بيخرجناش، فانا وهي بنخرج لوحدنا يعني، ربنا يعينه يا رب على شغله وعلى حاله. المهم، قعدتها في المشاية في المحل، البنت بصوا لهلوبة ماشية ما شاء الله، وكانت رايحة جاية وتشد اللعب وتشد الحاجات، واقول لها بس يا بنتي، قلت خلاص يا بنتي بصوا هروح من هنا، بتمشي. كنت مبهورة بجد. اللعبة دي حلوة قوي للأطفال في سن كبير شوية، بتشجعهم ان هم يقعدوا يعملوا حاجات بإيديهم وتلهيهم عنك، وفي نفس الوقت هي بجد يعني بتنمي مهارات كويسة فيهم وفي دماغهم، وغير بتظبط أخلاقهم ان هم ما يضيعوش وقتهم في حاجات وحشة. المهم، فايه خلاص انا كنت مبهوره، وبصوا لو بكام انا هجيب المشايه لبنتي اشوفها بالوضع ده في البيت. وقلت اصور لكم، هنا كان في قسم تاني ميك اب، كنت عايزه اجيب روج وكده، بس في الاخر ما جبتش حاجه، مش عارفه ليه، على الرغم ان انا محتاجه روج والله، بس مش عارفه ما جبتش ليه ساعتها، اللون ده ما عجبنيش. خدنا المشاية في البيت، حطيت لها فيها الميداليه بتاعتي دي واللعبه بتاعتها، قلت بقى ايه يعني ازود لها حاجات جديده بحيث يعني ايه تلفت انتباهها شويه. كنت عايزه اوريها لكم. المهم ان هي بينك، انا كنت يعني كنت عايزه اجيب لون محايد علشان لما يجي اخواتها او كده. وبعدين قلت يا بنت دلعي بنتك ولا يهمك، لما يجي المحايد نبقى نشوف هنعمل ايه. ده المفروض ان هو سليبر او اسمه ايه،
كروكس. المهم كنت جايباها لها على اساس البنت بقى تتعلم المشي، وبقينا نقف وكده، مش بتقف لوحدها، بتقف وانا سانداها. بس طبعا من ساعتها هي ما لبستهوش، هي بتلعب بيه وهي اللي شاده البتاع الرسمه اللي عليه دي ببقها يعني. بسيبه لها تلعب بيه وبنوره لها كده بيلفت انتباهها، احنا ما لبسناهوش خالص، فهو جديد يعني يعتبر. قعدتها فيها وانا قاعده جنبها، احنا كويسين، بتلعب شويه واحنا قاعدين. انما ان انا اروح المطبخ او اروح حته وهي قاعده بتلعب فيها، سيرينة عياط بتتفتح ما بتتقفلش. بجد انا اللي عماله اتكلم عن التربيه، مش عارفه اربي، مش عارفه اربي. والله العظيم بجد. بس الموضوع ده طبيعي يعني، لو جينا للحق هو طبيعي عادي يعني. هي متعلقه بيا زياده عن اللزوم، لان انا اصلا فضلت ال9 شهور متعلقه بيها قوي، ان هي في بطني وبتكلم معاها على طول، وحاسه ان انا اللي علقت نفسي بيها، او انا اللي زودت العلاقه دي. فاهمين ان هي ما تبقاش يعني المفروض انا زودت عن الموضوع. المفروض العادي حتى لما اتولدت كنت بنيمها جنبي، مش على سريرها او انيمها لوحدها، او لما تنام اسيبها تنام شبه الامهات ما بيعملوا ويقوموا يتحركوا، لا، بتنام جنبي. فانا كنت اصلا بعد الولاده كنت بنام كتير، وقبل الولاده طول الوقت بنام كتير. فكانت هي نايمه في حضني، فتعودت على كده، تنام يعني تنام في حضني، تتحرك معايا. حتى لما كنت بدخل المطبخ وهي في سن اصغر، كنت بحط لها البيبي نيست على الغساله جنب الحوض عندي في المطبخ، وانيمها عليها، وانا بقى اقشر بطاطس، بعمل طبيخ، بعمل اي حاجه. فتعودت تبقى لازقه فيا، بتسمع صوتي بغني لها، بتكلم معاها. انا ما اقولكوش على فكره انا رغايه جدا، فهي متعوده على صوتي قوي طول الوقت، متعوده ان انا بتكلم معاها كتير جدا. حتى اوقات هي تلاقيها رغايه كده، هي مش بتتكلم اكيد لسه، بس بتغاغي، فبتصدعني من كتر الرغي، ساعات مبقاش قادره استحمل. ولو انا تعبانه مش قادره اتكلم، بحس انها بتزعل تقعد تعيط. اول ما ابتدي اتكلم او اسمعها صوتي او اغني لها بتهدى وتسكت بقى. فايه طبعا انتوا شفتوا هنا انا كررت لكم المشهد ده، هي بترجع لورا. بنتي من ساعه ما قعدتها في المشايه بترجع لورا بس، وتعيط ترجع لورا، فتلاقي نفسها ما قربتش اكتر، فتعيط. قلت اقرب لها المشايه عليا بحيث انها تقرب يعني، سهل لها المسافه. ويلا يا بنتي، ويلا وشجي، يلا يا شوشو، يلا يا شوشه، وسقف وهيص. بصوا ناقص ايه، اجيب لها طبله بلدي. وبنتي ابدا ترجع لورا وتعيط. هنا كانت عندها 3 4 شهور مثلا، كانت صغنطوطه قوي لسه ما بتسندش جسمها نفسها حتى انها تقعد، وبمرجعها واروح الكيدز اريا. المهم انا بروق على بنتي، مش عايزاها تبقى ايه مخنوقه او كده، خاصه ان احنا لوحدنا في البيت فبتزهق بسرعه يا حرام. فبس ده كان فيديو النهارده. تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، اكيد لازم تعملوا لايك، ده عائشه فيه يعني، وتعملوا كومنت حلو كده. وان شاء الله اصور لكم ومنتج لكم فيديوهات كتيره قريب. بحبكم قوي بجد، بحبكم جدا، وانتوا كنتوا وحشيني قوي. اعملوا لي كومنتات كتير عشان بجد وحشتوني قوي. وباي باي.